ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من امبارح للنهارده. فاكرين اخر حاجه وقفنا عندها ايه؟ منى وملك. ومنى اللي عماله تستغل في ملك، وملك الطيبه اللي مش عارفه ترد عليها. ده بقى اللي هنعرفه في الجزء الثالث النهارده. بس قبل ما ابدا قصتنا لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. وطبعا مش عايز افكركم اشتركوا في القناه وفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم اي جديد وعائلتنا تكبر معاكم. ويلا بينا نبدا قصتنا. كتير منكم هيسألني، يعني مش هي صاحبتك من زمان؟ يعني ما خدتيش بالك ان طبعها كده؟ هقول لكم، لا، ما خدتش بالي. كنا اطفال، وكل واحد كان عايش ايامه مع اهله. وايام الثانويه العامه ما كنتش فاضيه، كل واحد كان بيذاكر. وعدى الموقف وانا سكت. بالليل دخلت الحمام اخد شاور كالعاده، واما خرجت بدات احط كريمات ومرطبات لبشرتي، اصلا انا بحب كده قوي. فلقيت منى بتقولي: الله يا ملك، ايه الكريمات دي؟ ريحتها حلوة قوي، ممكن اجربها؟ اه طبعا يا حبيبتي، اتفضلي. وطبعا لقيتها خدت الكريم وحطت كمية كبيرة قوي على جسمها. بصراحة كنت مستغربة طريقتها في التعامل. وقعدت بعد كده اقول: هي ازاي بتعمل معايا كده؟ وازاي بتستغلني وبتستخدم حاجتي عادي كده وبالشكل ده؟ ومرة تانية لقيتها بتقولي: ايه ده يا ملك؟ البرفان ده شكله مش من هنا، هو مستورد ولا ايه؟ فعلا، اصل خالي جايبهولي من بره مصر مش من هنا. ده ريحته حلوه قوي، هو انا ممكن اجربه؟ ايه؟ اه طبعا، اتفضلي. واحده واحده بدأت منى تاخد حاجتي وتستعملها من غير حتى ما تستأذني. طبعا لاني العبيطه اللي اديتها فرصه ان هي تعمل معايا كده. تخيلوا، مرة كنا رايحين الجامعة، لقيتها خارجة من أوضتها عادي خالص، لابسة البلوزة بتاعتي والشنطة. فلقيتني بقول لها: ايه ده يا منى؟ هي مش دي بلوزتي ودي شنطتي؟ ايوه يا ملك، انا هاخدهم النهارده عشان اروح بيهم الكليه، هو اما ارجع باخديهم. طيب مش المفروض كنت تقولي لي الاول قبل ما تاخديهم؟ طب ما انا بقولك اهو. هو بعدين انا قلت عادي، حاجتك هي حاجتي، مفيش فرق ما بيننا. ماشي يا منى. بصراحة الموقف ده ضايقني قوي. ومش بس كده، دي مواقف تانية كتير. وطبعا انا ما كنتش بحكي لامي على اي حاجة، كانت بتتصل تطمن عليا. ما كنتش اقدر اقول لها على اي حاجة من ديت. هي كل ده استغلال يا منى؟ يا ترى استغلال منى الملك هيوصل لحد فين؟ ده اللي هنعرفه الجزء اللي جاي. استنونا.